السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير مننا بيكتب معادلات في اكسل وتطلع النتيجة غلط مع ان كل حاجة شكلها صح. السبب غالبا بيكون اننا مش فاهمين ترتيب العمليات الحسابية في اكسل. في الفيديو ده هنتعلم اكسل اللي بيحسب المعادلات ازاي وايه اللي بيتنفذ الاول وليه علشان نتجنب اي اخطاء في شغلنا. تعالوا دلوقتي نشوف ازاي اكسل بيتعامل مع العمليات الحسابية وانهي عملية حسابية بتتم قبل التانية. لو بصينا في الجدول اللي قدامنا ده هنلاقي عندنا عمودين، كل عمود فيه قيم معينة واحنا هنطبق مجموعه فورمولاز عليه، وهتلاقوني حاطه على جنب الترتيب اللي اكسل بيمشي بيه وهو بيحسب الفورمولاز بتاعتنا، وهسيب لكم اللينك الخاص بترتيب العمليات الحسابيه تحت في صندوق الوصف. تعالوا نشوف اول فورمولا موجوده معانا. لو بصينا كده هنلاقي ان الفورمولا دي موجود فيها 4 عمليات حسابيه: عمليه الجمع وعمليه القسمه والضرب والطرح. طيب الاكسل هنا هيبتدي بانهي عمليه حسابيه فيهم بالظبط؟ لو جينا بصينا على الجدول اللي على جنب هنلاقي ان اول عمليه هتقابلنا هي عمليه القسمه، يبقى بالتالي هو هيبتدي بعمليه القسمه والعمليه اللي بعدها هتكون عمليه الضرب. يبقى اول حاجه يقول B2 على A2، يعني هيجي ياخد 6 على 10 تمام ويقسمهم، وبعد كده المجموع هيضربه في 4 تمام ويجمع عليه A2، يعني المجموع اللي هيطلع لي من هنا ده هيضربه في 4 ويجمع عليهم 10 اللي هو A2 ويطرح منهم 10. طب تعالوا نحسبها كده. لو قلنا 6/10، احنا قلنا هنا B2 عبارة عن 6 على 10 هي 6/10، هنضربهم في 4 تمام. لو جينا طلعنا كالكوليتر، لو جينا حسبناهم على الكالكوليتر كده هنقول 6/10 في 4 هيطلع لي 2.4، نجمع عليهم 10 هيطلع لي 12.4، ونطرح منهم 10 هيطلع لي 2.4. تعالوا نشوف بقى اكسل هيطلع لي نفس الرقم اللي احنا طلعناه ده ولا لا. فهنيجي ناخد كده الايكويشن دي او الفورمولا دي، فهنيجي ناخد كده الفورمولا دي طلعت لي 2.4. طيب لو جينا عند الفورمولا اللي بعدها وبصينا عليها، انا عندي اقواس تمام وعندي مجموع وعندي عملية جمع وعندي قسمة وعندي ضرب وعندي طرح. طب هو هيبتدي بايه بالاول؟ نمشي كده هنلاقي ان اول حاجة عندي الاقواس هي اول حاجة بيبتدي فيها، يعني اللي بين الاقواس هو اللي هيتم الاول. طيب هو بيقول لي دلوقتي B3 يعني 2 زائد 6. تعالوا نحسب كده على الآلة الحاسبة. 2 زائد 6 هيطلع لي ايه؟ 8. طيب نيجي عند القوس اللي بعده 3/4 اللي هو A3 ده اللي هو رقم الخانة بتاعت A3 موجود فيها رقم 3، هنضربها في 4 هتبقى ب12. يبقى عندي 8 على 12 هتطلع لي ب67%. طيب أصبح إن أنا هنا بقى إيه؟ هطرح منهم 2 ماينس 2 هيطلع لي -1.33%. طيب نشوف اكسل هيطلعها لنا ازاي كده. طلعها لي بنفس الطريقة. يبقى اذا ايه؟ انا عندي اكسل بيمشي بترتيب معين، لازم الترتيب ده اخد بالي منه وانا بكتب العمليات الحسابية بتاعتي او الفورمولاز بتاعتي علشان الناتج النهائي ما يطلعش فيه خطأ او فيه مشكلة عندي. وهنطبق نفس القصة دي على كله. يعني لو جينا في المثال الثالث هنبص تلاقي ان المثال ده فيه عملية جمع وفيه باور اللي هو الأس وفيه عملية ضرب وطرح. طيب هو هيبتدي بإيه؟ تعالوا ننزل كده في الجدول هلاقي ان اول حاجة هتقابلني اللي هي الباور او الأس، يبقى A4 اللي هي الخانة A4 اللي هي فيها رقم 7، باور 2 يعني او أس 2 تمام. 7/2 يعني 7 في 7. تعالوا نشوف 7 في 7 ب49. طيب يبقى احنا كده اول حاجة قابلتنا اللي هي ايه؟ الأس. نيجي بعد كده اللي هيقابلنا بعدها تمام عملية الضرب. يبقى في نقطة هنا بقى فيها غلطة، احنا هنا عملنا الأس بس نسينا الايه اللي هي الأقواس. احنا قلنا الأقواس أول حاجة بيبتدي بيها الإكسل، يبقى أنا لازم أبتدي بالأقواس دي. إذا أنا عندي هنا 4 ناقص
B4 اللي هي خانة رقم B4 اللي هي عبارة عن 1، يبقى 4 ناقص 1 ب3. خلاص خلصت الأقواس، ابتدي بقى أنزل بعدها إيه للباور اللي هي قلنا 49. يبقى ناخد بالنا من الجزئية دي إن إيه الإكسل لازم ياخد الأقواس الأول. فإحنا هنا عندنا 49 تمام، هنضربهم في الرقم اللي قلنا عليه اللي هي 3، يبقى 49 في 3 في 3 147، وهنجمع عليهم تمام الB4 اللي هي رقم 1، يبقى 148. نشوف كده ايه الإكسل هيطلعها لنا ازاي. 148. إذا أنا فهمت دلوقتي العمليات الحسابية بتتم ازاي في الإكسل، وازاي بمشي على عملية اوكي، وانهي عملية بتتم قبل التانية. لو جينا دخلنا، خلينا المثال الخامس ده هو سهل تمام، هنشرحه سريعا ونخش على المثال اللي بعده لأن فيه تركة كده. المثال ده بيقول لي ان انا عندي عملية قسمة وضرب وجمع. احنا خلاص اتفقنا ان اول حاجة بتتم هي القسمة، وبعد كده عملية الضرب، وبعد كده عملية الجمع. طيب ناخد المثال بقى ايه اللي بعده، ده فيه اقواس جوه اقواس. طيب هو هيبتدي بايه؟ هيخش كده الاكسل يبتدي بالاقواس الداخلية وبعد كده الاقواس الخارجية. يعني عندك دلوقتي هنا بيقولي 3 زائد A6 يعني زائد 5 ب8. طيب كده انا خلصت القوس الداخلي، هبتدي بقى ايه اشوف القوس الخارجي. كده عندي احنا قلنا هنا 8، يبقى 7 ناقص 8. لو جينا 7 هيبقى 7 ناقص 8 ماينس 1. ونيجي هنا عندي A6 عبارة عن 5. طب هنا في جمع وفي قسمة، انهي الأول؟ الجمع ولا القسمة؟ احنا هنا قلنا أول حاجة القسمة، يبقى 6 على 3 فيها 2 ماشي، وهجمع عليهم ال5 يبقوا 7. طيب يبقى ماينس 1 في 7 يبقى ماينس 7. نشوف كده الإكسل برضو هيطلعها لنا ازاي. ماينس 7. النقط دي بتبقى أسئلة انترفيو ولازم ناخد بالنا منها كويس قوي. هي ممكن ما نحتاجهاش كتير لأن طبعا تلقائي اكسل بيحسب كل حاجة، بس ممكن تبقى تركة في الانترفيو توقع الدنيا. كده احنا باقي الفورمولاز ما فيهاش أي أفكار جديدة تمام، بنفس الطريقة هنمشي عليها. يبقى كده احنا اتعلمنا النهاردة ايه هي الترتيب بتاع العمليات الحسابية في اكسل، وازاي الاكسل بيحسب العمليات الحسابية بالشكل ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.